طبعا دلوقتي لو فكرت في أقرب صيدلية ليك يمكن تلاقيها جنب بيتك أو بينك وبينها كام متر بس. طب سألت نفسك قبل كده أول صيدلية اتبنت إمتى وفين؟ قبل ما تسأل أنا جبتلك الإجابة، تعال مع بعض نعرف. تعود أقدم ذكر لصيدلية في التاريخ وواحدة من أقدم الصيدليات المعروفة كانت في العراق القديم، وكان اسمها نيبيت أبو قراش، وتعود للفترة بين 2600 و 2500 قبل الميلاد. الصيدلية دي كانت بتقدم مجموعة متنوعة من الأدوية والعلاجات المستخرجة من النباتات والمعادن. وبعد كده بدأ يتطور علم الصيدلة وانتشرت أماكن الأدوية باسم الأجزخانة، ووصلنا دلوقتي مع التطور المستمر لوجود الصيدلية اللي تحت البيت. تفتكر كان في سبب وراء تسمية الصيدلية باسم الأجزخانة؟ أكيد هنجاوبك. استنى بقى الفيديوهات الجاية إن شاء الله يصلك معانا كل جديد.